ينظر إلى الطريق وكأنه ينتظر أحد. كان أهل القرية يمرون عليه: يا عم فريد، ماذا تنتظر كل يوم هنا؟ فابتسم ابتسامة هادية وقال: ابني سيعود. لكن الحقيقة إن ابنه غادر القرية ولم يعد منذ ذلك الحين، بعد خلاف صغير مع أبي. مرت السنوات، وفي يوم بارد من أيام الشتاء لم يخرج الحاج فريد كعادته. أهل القرية قلقوا عليه، فذهبوا إلى بيته فوجدوا إنه قد رحل بهدوء، وفي جيبه ورقة قديمة. فتحوا الورقة وكان مكتوب فيها: يا ابني، إن عدت يوم ولم تجدني تحت شجرة التوت، فاعلم إني كنت هنا كل يوم أنتظرك. وسأل بصوت مرتجف: أين الحاج فريد؟ نظر إليه أهل القرية بحزن، ثم فهموا لقد عاد الابن، ولكن بعد فوات الأوان. جلس الشاب ببطء على نفس الكرسي ونظر إلى الطريق الطويل كما كان يفعل أبوه، وكأنه ينتظر أن يعود الزمن. جدو، هو الكرسي ده زعلان؟ ابتسم مراد وقال: من سنين طويلة كانت مراته بتقعد على الكرسي ده. ما كانتش بتتكلم كتير، بس وجودها كفاية يملى البيت بالبهجة والسعادة. لما مرضت قالت له وهي بتبتسم: خلي الكرسي مكانه، يمكن أرجع له. رجعت؟ لا، ما رجعتش. بس مراد ما قدرش يشيل الكرسي، مش لأنه ضعيف، لكن لأنه وفي. كان بيشوف الكرسي الفاضي ويفتكر إن في ناس مش بتسيب فراغها بسهولة. في يوم دخل عليه ولد صغير من الجيران، شاف الكرسي وسأله ببراءة: جدو، هو الكرسي ده زعلان؟ لا يا ابني، ده شهد على حب مخلص وعشرة عمر ما انتهتش. مش كل اللي بيمشي بيموت، في ناس بتفضل عايشة في القلب والذكريات. الجيران مسكوه فورا: حرامي، امسك حرامي يا جدع. لكن الراجل مقاومش ولا جري، بس قال جملة واحدة: أنا مش بسرق، أنا بدور على الدفء. ومن يومها وفي يوم واحد جديد في العمارة سأل: هو صحيح كان في حرامي هنا؟ كان في واحد بيسرق، بس الحقيقة مش كل سرقة مجرد حاجة بتتاخد وخلاص. الحقيقة أعمق بكتير. الحرامي مش بيسرق الحاجة، هو بيسرق تعبك، بيسرق شقاك اللي محدش شافه. كل قطعة غسيل كانت حكاية وراها تعب يوم كامل. وعلشان كده السرقة مش مجرد جريمة بسيطة، ده سرق جزء منك انت. وكان يومها بين المستشفى والبيت.
لحد ما ظهر في حياتها واحد زميل هادي محترم بيفهمها من غير كلام. قرب منها واهتم وقال لها أنا بعزك وبحبك. وأماني صدقت. عدت الأيام وبقت خطوبة وبعدين جواز وخلفت طفلين. وفي اللحظة دي كانت فاكرة إنها أخيرا وصلت للأمان، لكن الأمان ده ما كانش حقيقي. كل شوية يقول لها أنا محتاج فلوس للإيجار، الظروف صعبة. وأماني من غير ما تفكر كانت بتدفع كل شهر كل مرة بنفس الثقة، وهو يقول خلاص اتدفعت خلاص، وهي تصدق. عدت سنين وأماني شايلة كل حاجة، الشغل، البيت، الأطفال، وحتى جوزها. لحد يوم الباب خبط. فتحت لقت صاحب العمارة، بص لها وقال فين الإيجار يا ست أماني؟ بقالكوا شهور ما دفعتوش. في اللحظة دي كل حاجة وقفت. أماني قالت إزاي؟ إحنا بندفع كل شهر. لكن الحقيقة كان بياخد الفلوس ويسكت. لكن الصدمة ما وقفتش هنا. اكتشفت إنه متجوز عليها وعنده حياة تانية وأولاد غير أولادها. وفي اللحظة دي مش بس الفلوس اللي اتسرقت، الثقة اتسرقت، سنين عمرها اتسرقت، والأمان اتكسر. وصاحب العمارة قرر يطردها. وقفت أماني قدام الباب ومعاها طفلين ومش فاهمة ازاي اكتر حد وثقت فيه هو نفسه اللي ضيعها. وفي اللحظة دي فهمت الحقيقة بس متأخر. هي ما كانتش بتبني بيت، هي كانت بتدفع تمن خدعة كل شهر من عمرها.